وبعد أن تم بتر قرنيه وفاة المعمر اليمني ذي القرنين عن عمر 140 عاما. توفي المعمر اليمني علي عنتر الملقب بذي القرنين المنتمي لمحافظة الجوف شرق العاصمة صنعاء عن عمر بلغ 140 عاما، بعد بتر قرنيه اللذان نبتا في مقدمة رأسه عن طريق الكي بالنار وبدون جراحة طبية، كما ظهر بأحد مقاطع الفيديو، دون إدراك لما قد يترتب عن ذلك من مخاطر وأضرار على صحة الرجل العجوز الذي فارق الحياة بعد بتر قرنيه ب3 أيام. وقال أحد أقاربه بمنطقة برط المراشي في محافظة الجوف إن وفاة الرجل العجوز الأحد جاءت بعد تدهور حالته الصحية والعقلية ومعاناته من أعراض تقدم العمر، مشيرا إلى أن قطع قرنيه بطريقة بدائية ودون جراحة طبية ضاعف من معاناته وأدى إلى وفاته. الرجل العجوز ذو القرنين. ولفت إلى أن القرنين ظهرا في رأسه بعد أن تجاوز سن 100 عام، حيث أخذت تنمو وتتدلى من مقدمة رأسه على خديه إلى محاذاة فمه، ثم أخذت تلتف بشكل دائري بحسب ما نقلت صحيفة عدن.